لك كنبغي نشير للاخوه والاخوات اللي كيتواصلوا مع عبد ربيه تقول لهم انا ماشي طرف على جدتيه من حقه كيف ما كنسمعوا لكم نتوما يوميا فمن حق اننا نسلطوا الاضواء. هذا حدث وحنا كمنبر اعلامي كباقي المنابر الاعلاميه يعني انه خاصنا نتكلموا ونتحاوروا. انا ماشي جبتو لانني مقسم مع الدور انا اعلامي كنقوم بالعمل ديالي ونؤمن بالراي والراي الاخر فمرحبا بالجميع. والدليل انني لما كيكون كيتكلم المستمع كنخليه مع الضيف واصمت. لهذا علاش استاذ انا قبلت الدعوه اللي جاتني باش نجي وانا اصمت ما تسولونيش محايده رأيي وما تقولوش ليا لان الا غادي نجي نتكلم انا شخصيا غادي تكون هضره اخرى ولكن خاصني نكون مدعو في جريده معينه او في منبر اعلامي اخر وغادي نكون ماشي الاعلامي غادي نكون المواطن. انا كنقوم بالعمل ديالي لما كنغادر العمل ديالي فانا مواطن. يعني غير الا كنا غادي نقولوا هادشي حشومه في السينما وكما قال يوسف يعني انه يوسف ها في السينما وما غاديش نمشيو ندخلوا الا لا بغينا ندخلوا نشوفوا ونخلصوا. راه كاين شي مسائل اللي كنشوفوها وحال الوقت ان نحن عينينا. وغادي نعطي مثل بالشواطئ الخاصه مثلا لي بلاج بريفي طيله فصل الصيف وما يروج فيها. ها رايي انا كمواطن وعندي غيره على بلادي ها رايي. اما في الفيلم الا ما مشيت شريته كان دي في دي غنمشي نشري فلوسي كان في السينما راه غادي نمشي نقطع وندخل حتى واحد ما ضربني على يدي. هذا ما كان. انا كنهضر هناك باش نجاوب المستمعه اللي بلا ما نذكر الاسم ديالها وراكم كتقراو الكومونتير اللي حكمت عليا انا كذلك انني طرف. انا لست طرف انا اقوم بمهمتي. فاصل ونعود. انا نزار غادي ندخل دابا اسمع لي مزيان غير انا دخلت الراي ديالك يحترم ولكن ما تنساش ان ماشي من حقك لا انت ولا انا ولا اي واحد نصدروا احكام لان اللي كيصدر الحكم هي وزاره العدل واللي كيصدر الحكم هو القاضي داخل المحكمه. وعمرنا ما سمعنا يعني انه شي قاضي قال وسط القاعه المجرم. ماشي من حقنا اننا نتهموا الناس ونسميهم باسماء. احنا كمواطنين شكون احنا؟ رايك يحترم. انا لانني في المهنه ديالي عندي خطوط حمراء كيف انا ملتزم بها كذلك المواطن كنردوا الى الصواب لاننا احنا مراقبين من طرف جهات معنيه. اذا ما عندناش حق نتهموا كيف انت ما تبغي حتى شي واحد يتهمك. كتبان لنا كلمه مجرم ما نتهموش الناس. انا شخصيا نقدر نعقب على هذه المكالمه لانه عرفتي باش تيقول لي احنا في بلاد مسلمه واش انا سميتني شمعون واش انا جيم كوبنهاغن انت سحب هادي لا ما عندناش الحق يعني انه تعدد الحريات وتعدد الاديان وتعايشهم. شوف تنقولوا ان لما كيتعلق الامر بالحريات وحنا كنعرفوا ان البند الاول ديال حقوق الانسان لو بروميير ارتيكل لي دروا دو لوم كيقول لك حريه الشخص تنتهي عندما تبتدئ حريه الغير. لا ليبرتي دو سوا برون فان لوسكو لا ليبرتي دوتروي كومونس. هنا لما كنبداو نتكلموا هذا هو الخطا خصنا نردوا بالنا ملي كنكونوا كنتكلموا. يعني هذه فقط بين قوسين انما غادي نخليك تجاوب وتعلق على السؤال. غير هي نتجنبوا اللون البشره العنصريه بصفه عامه نتجنبوا الديانات ونتجنبوا الاسماء وما تبقى عبر يا خويا كيف قلت. انا شخصيا انا مغربي انا اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. راه ماشي جاي من كوبنهاغن ولا من بانكوك ولا ما عرف شنو. دونك منين قال لي ليست لكم غيره واقتلوا من لا غيره له بالعكس انا اغار على مغربيتي وعلى المراه المغربيه. وبالنسبه لي المراه المغربيه راه فيها امي وفيها اختي وفيها جداتي وغتكون فيها بنتي مستقبليا. يعني بالعكس
انا شفت هذا الباب ديال هذا الفيلم بالعكس غينقد بنتي وغينقد بنات لا جينيراسيون اللي جايه قدي، على اساس غادي ياخذوا واحد الفكره توعويه بالله راه هاد الظاهره هذه راها خطيره. قال واحد الكلمه اللي خلاتني انا تنضحك، اللي هي انه هاد الناس ما بغاوش يعريو على كتافهم يخدموا. واش يعرف هاد السي محمد من مدينه اكادير بالله راه المراه ملي تمشي تجفف غير الدروج، الا كان الموبل فيه 5 ديال لي زيطاج راه كل ايطاج كيعكسها واحد، وهي تتقوم بالمهنه ديالها الشريفه العفيفه. واش تعرف بالله العقليه ديال المغربي عقليه فيها واحد الكبت خطير، بحكم انه تيمشي وتيشوف مواقع اباحيه في الانترنت. واش ما عارفش بالله هذاك الولد ديالو مع احترامي ليه انه اللي تيتكلم عليه يقدر يكون كيدير شي امور خطيره من مورا الظهر ديال الوالد ديالو. حنا عندنا ديك التفرقه وكنحطوا الدين ديما هو اللي في القدام باش نبقاو ديما حنايا زعما صحاح امام منظور المجتمع ومنظور الناس الملمين بالدين. مي بار كونتر الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك جهاد النفس. انا تنعيدها مره اخرى، اذا بغينا حنا نقوموا بالتغيير خاصنا نبداو من الاصل. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم، غادي نواصلوا نمشيو ناخذوا دفعه اخرى من المكالمات. وهذا هذا كما كنقولوا اولا هي القمه ديال الديمقراطيه، وهي اننا حنا يعني انه بدينا كنحلوا في هذا الفيلم واخا مازال ما شفناش يعني انه بدينا كنحلوا في هذا الفيلم، بدينا كنتناقشوا فيه وبدينا كنحاولوا اننا نشوفوا فينا هي النقاط السوداء، لان هذا الفيلم مأخوذ من الواقع. اكيد كل واحد فينا غادي غير شيء جميل ان بغينا نشوفوا بلادنا غير المسائل الرائعه وهي كاينه. ولما كيتحرك هذا ملي كيتحرك المغربي اللي كيشوف هذا الشيء ان عنده قابليه انه يغير، غادي نشوفوا بداك الجانب الايجابي. يعني كما كنقولوا ملي تكلمنا على اطفال الشوارع في اطفال الشارع في علي زوا كل شيء قال لنا بالاولى لا، ومن بعد جندنا ودرنا جمعيات ولينا كنقلبوا. ملي تكلمنا على المراه في الباديه وقلنا لا علاش عطينا ديك الصوره ديال المراه في شريط وثائقي او في مسلسل او فقلناها واحد الوقيته، ومن بعد كل شيء تحرك ولينا كنبحثوا كيفاش ان المراه القرويه يعني انه حتى هي تعامل بحال المراه في المدينه وان لها حقوق الى غير ذلك. ملي تكلمنا على زيرو الشباب وكذا ناضوا جمعيات قالوا لا ما يمكنش، وفاني تعرض للقذف وشتم دريس الروح كنا كنتذكروا. ولكن من بعدها جاوا جمعيات وقالوا لا نتمناو ان هذا الفيلم يعني انه لحد الان غير هذا الكلام مازال ما شفناش، ان الناس تقول سيادنا كاينه حقيقه. حنا المغاربه مولفين سياسه الفيترينا، عندنا ديما الشيء الظاهر انه يكون زوين. نعطيك مثال بسيط، ملي كيعرض عليك شي واحد مثلا العرس، واخا انت عندك مشكل كبير في ماديا كتمشي تقطع وتبطع وتكري كوستيم وتكري كذا وتشري الكادو قداش شنو هو زعما انه اكبر كادو باش تبان انه انت راك ولد الناس، وانك لا بار كونتر عرض عليك تمشي انت هو انت. احنا اللي تنطلبوا وهو الواقعيه في المجتمع. نعم نمشيو دائما راه المغاربه راه ما كنشكوش قط ولو ثانيه وحده في الغيره ديالهم على بلادهم. ولكن ها احنا دابا كنهضروا غير بيناتنا مغاربه بعضياتنا، وي راه ما معناش برا اللي كيسمع لنا، غا مغاربه بعضياتنا كنتناقشوا بكل هدوء وكنحاولوا نشوفوا اين هي النقطه السوداء، اين هي النقطه اللي افضت الكاس، اشنو يمكن لنا يتقال ويدار، ومن هنا كتجي الافكار لايجاد الحلول. يمكن هذا الفيلم يتمنع وسالينا قلنا ما غادي يشوفوا حتى شي واحد. كاينين ناس اخرين غادي يقول لك ولا كانوا غير يخليونا نشوفوه. راه كاين الراي والراي الاخر. راه الموقع الازرق راه تقسم دابا قبلتين، ولا كاين اللي داير باج تقول لك كلنا مع نبيل عيوش، وكاين باج تقول لك حنا اسيدي نحيدوا هذا الفيلم، نديروا هذا الفيلم صافي، نزل القرار يمنع عن كل ونمشيو ابعد. غادي نمشيو حنا ابعد ويقولوا الاشخاص من المخرج الممثلين التقنيين كلهم غادي يتعاقبوا. واش هذا الشيء غادي يتحيد اللي طرق لهذا الفيلم؟ لا، هذا الا كان هذا الشيء غادي يتحيد راه كنا سوف نصفق وغادي نقولوا يا سيدي الفيلم يتحيد وهاد الناس يمشيو يتعاقبوا. ولكن من غدا نحيدوا هذا الشيء. قلنا وغادي نزيدوا كذلك القطعه اللي شار لها المستمع الكريم من اكادير. راه السؤال مطروح، شكون اللي كيعطي التراخيص؟ هذا هو السؤال المطروح. كنا
كنا نتفاداو امثال هذه الافلام باش نكونوا واضحين، ما كاينش غير هذا الفيلم. وي وي امثال هذه الافلام غير هي كاينه اللي لقات الاقبال واستحسان الى غير ذلك. ونزيدوا غير بالنسبه للمستمعين اللي كيسولونا على الدعم، هذا الفيلم راه ما تعطاش دعم 3 المرات هو تيتقدم للمركز السينمائي المغربي تيترفض له الدعم، ما تعطاش الدعم. هادو يعني انه تمويل اوتو برودكسيون او تمويل خاص تمويل خاص. غير هي كما كان بامكاننا. وهنا كنرجعوا لما كنستقبل الفنانه والمستمعين كيتكلموا كنقول لهم في واحد الوقت كانت ما يعرف بلجنه الرقابه، لجنه الكلمات. اي قطعه ما كتنزل للتسجيل او لما تتحفظ حتى كتاخذ المصادقه ديال لجنه الكلمات. هنا كنقولوا ان تعطى ترخيص لتصوير هذا الفيلم، تعطى ترخيص. كان بامكاننا اننا نحرصوا قبل ما تطيح الفاس في الراس، الا كانت هي فعلا فاس طاحت في الراس. لان لحد الان باقين ما عرفناش اشنا هو من هنا لغدا، اشنا هو التغيير اللي غادي يكون بالنسبه لهذا الفيلم، مازال ما عرفناش. يعني انه هنا كان بامكاننا بحال هذه المسائل نبداو ننتبهوا لها. يعني ما نقدرش انا نجاوب. لا انا كنتكلم يعني انه سؤال، هذا ماشي سؤال، هذا فقط وجهه نظر اللي غادي يطرحوها بزاف ديال الناس. اي واحد غادي يجي غادي يقول لك وسيدنا وهاد الناس هادو واش كيشتغلوا هكاك كيجيو كيبداو يصوروا؟ ما يمكنش هذه نقولها لك. يعني انه كاينين جهات معنيه اللي كتراقب. بيان سور هناك السيناريو كذلك، واللي عارف ان السيناريو كتكتب بلغتين، بالعربيه والفرنسيه. وحتى الحوار ممكن ان الكلمه هنا كيبقى سؤال، وهذا كيزيد انه يشجعنا اكثر اننا نبحثوا من اجل المستمع الكريم على الكواليس. كواليس ديال الفن السابع. الفن السابع اشنو هما الكواليس وشنو هو البنود والقوانين ديالو الى غير ذلك. فاللي يمكن لي نقول لحد الان باقي كاين البلاغ هو اللي كاين ديال وزير الاتصال. المفروض ان كنتظروا حاولنا اننا نتصلوا بنبيل هايوش وتتضح انه حتى هو يعني انه الكلمات يعني انه المكالمات ما كتوقفش. عدد كبير كما كنقولوا مستمعين الافاضل ديال الممثلين في هذا الفيلم يعني انه توصلوا التهديدات. وي وكاين اللي يخرج من دارهم بدون استثناء. كاين اللي يخرج من دارهم، كاين اللي مشاكل مع الوالدين ديالو اللي جراو عليه الوالدين ديالو. كنقولوا يعني انه كيف ما كان الحال هادو ولاد البلاد اللي نفرض كاع خطبوا ما غاديش نعاملوهم بهذه الطريقه القاصحه والقاسيه، لان المغاربه كيغيروا على بعضياتهم. ولكن باش هذا الانسان غادي يتشرد او لا غادي يهاجر، وغدا غادي نشوفوه نجم في بلد اخر وعاد غادي نبداو نتحسروا هذيك الساعه نقولوا لا. يمكن انهم هذا كما قال واحد الكلمه السي يوسف، قال لك انا كان بامكاني ما نمشيش، انا ممثل، ولكن عمر شي مخرج ولا شي عيطوا ليا ولا قالوا لي اجي ولا عطاوني دعم ولا انا بغيت شاب باغي نخدم. وي هذا الشيء ما كان. وانا يعني من هذا المنبر تنوجهها مره ثانيه انه اي مخرج اللي تقدم ليا وفي هذه الساعه ما غنرفضش، لانه الانسان اللي تيكون الفنان في البدايات ديالو اللي وصل لواحد السن واللي بغى يكون نفسه واللي بغى يبني اسره. هذه الحقيقه، حقيقه ضروري انه درس كما قلنا خريج ديال لي سي ام سي سبيسياليزي في لي ميتي دو سينما ورزازات، وشاب ومواليد 1992 وما خدامش بين قوسين باش وما خدامش. باش نتكلموا في ورزازات ملي كنت نقرا توفروا لي، كنت نمشي كاستينغ بحال الناس وتيستقبلوني وتنخدم معاهم. والمهنه ملي جيت لكازا كان الكونترير تجا مسيو نبيل اللي تنوجه ليه تحيه مره اخرى من القلب وثق فيا وكنشكرو. نعم. اذا بدورنا يوسف ادريسي كنشكروك على تلبيتك الدعوه، لان كان صعيب مستمعينا الافاضل كنا باغيين نعرفوا اشنو كاين اشنو واقع. صدقوني ان كما قلنا الهواتف ديال هذه الفنانه مطفيه، بما فيهم كذلك خونا عبد الله ديدا اللي توصل تو بتهديدات. فنقولوا كفانا من هذا التهديد وكفانا. يعني اعدائنا احنا كنعرفوهم، نكونوا مسلحين لهم ومجندين لهم، وحنا مجندين هذا اكيد. وكنا شعارنا الدائم الله الوطن الملك، ودينا لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن باش نوصلوا للتهديدات لا، والانسان الفريض خطا ماشي غتقوم الدنيا، هذه ماشي اول خطا. انا استاذ خالد انا فخور بدوري كدور اول مره الوسط السينمائي ودار هذه الضجه هذه كلها. فشكرا لك نبيل، شكرا لستافتك، شكرا لك عبد الله ديدان لانه وجهني حتى هو سور تيران، شكرا للاستاذ امين ناجي، شكرا للستاف ارتستيك كله، وشكرا للام اف